أنا مهندس محمد أشرف، معيد بقسم الري والهيدروليكا، كلية الهندسة جامعة القاهرة، وووتر انفراستراكشر انجينير. زي اي حد مهندس قرر ان هو يخش قسم مدني، كان الهدف بتاعي او وجهة النظر بتاعتي ان الانشاءات والمباني. ففي اول 3 سنين في التخصص لما اخترت مدني كنت مركز اكتر على الانشاءات والخرسانه والستيل، والتدريبات بتاعتي يمكن كلها كانت في المجال ده. قبل اخر سنه لما عرفت ان في فرصه ان انا ممكن اتعين معيد في الكليه، فبدات اركز اكتر على ايه هو مشروع التخرج بتاعي، لان بناء على مشروع التخرج هو اللي هيحدد باقي دراستي بعد كده والمجال اللي انا هكمل فيه. وبناء على ان انا كنت بحب قسم الميه عموما والمواد بتاعه الميه زي الهيدروليكس والفلويد ميكانكس، فتوجهت لمشروع مرافق، ومن ساعتها بقى وانا في المجال بتاع الانفراستراكشر، واشتغلت في اكتر من مشروع انفراستراكشر. هو المجال سريعا، كلمه انفراستراكشر كلمه عامه شويه، عشان كده مش بحب اقول انفراستراكشر انجينير، لان الانفراستراكشر او البنيه التحتيه ممكن يكون مهندس طرق، ممكن يكون مهندس مواني، سكك حديديه، ممكن يكون حتى مهندس شبكات الغاز، شبكات الكهرباء، شبكات الاتصالات، كل دي مهندسين بنيه تحتيه او انفراستراكشر. فبالتالي لتحديد التخصص اكتر بنحتاج نقول ووتر انفراستراكشر انجينير، لان التعامل الاكبر بتاعنا بيكون مع الميه، سواء الميه دي كانت ميه نظيفه زي ميه الشرب او ميه الري، او ميه ملوثه زي ميه الصرف الصحي او الصرف الزراعي. المجال بتاعنا بيتعامل مع اكتر من حاجه زي الووتر نتوركس، شبكات الميه، والسيويج والستورم نتوركس، والترانسميشن بايب لاينز، سواء الخطوط دي زي ما قلنا بتنقل ميه صالحه للشرب زي في الووتر سيستمز، او زي خطوط الطرد اللي بتنقل ميه الصرف. وبرده بيتعامل مع الووتر هامر اناليسيز والووتر هامر بروتكشن، وزي ما قلنا من شويه شبكات الصرف وشبكات المطر. وبرده بنتعامل مع تصميم المحطات البامب ستيشنز وتصميم التنكات، وطبعا كل الحاجات دي فيه ديتيلز اكتر جوه. والمهندس اللي بيشتغل في الانفراستراكشر مش بالضروره ان هو يكون بيشتغل في كل المجالات دي مع بعض، بس ممكن يجمع مجال واحد منهم او اكتر من مجال. علشان اقدر احدد ان المجال ده مناسب ليا او لا، انا بشوف ان انت محتاج تبص لثلاث حاجات. اول حاجه، انت في خلال دراستك في مدني بتدرس اكتر من ماده، كل ماده فيهم بتكون بتنتمي لمجال معين، ودي فرصه كويسه بالنسبه للقسم المدني ان انت بعد كده ممكن تتخصص في اكتر من مجال مختلف. فبالتالي انت لو لقيت ان انت حابب الماده العلميه المختصه بالمجال ده، على سبيل المثال المواد اللي ليها علاقه بقسم الميه او بالهندسه الصحيه، فيها ارتباط كبير مع الانفراستراكشر، فبالتالي لو حسيت ان انت فاهم ومستوعب المواد دي بشكل كبير، وليس بالضروره ان تكون درجاتك وتقديراتك فيها عاليه، بس تكون مستوعبها وفاهمها بشكل كويس، دي الحاجه الاولانيه اللي تعرفك ان المجال ده مناسب ليك. بالنسبه للحاجه الثانيه، فهي ان انت تنزل لسوق العمل فعلا وتاخد تدريبات في المجال ده، وتقدر تحدد اذا كانت طبيعه العمل وروتين العمل ده بالنسبه لك مناسب جدا، وان انت هتقدر تكمل باقي حياتك في المجال ده. ثالث حاجه، ان انت تشوف التطورات الممكنه في المجال، يعني المجال ده السقف بتاعه فين، بمعنى اصح بعد سنه تشوف نفسك فين، بعد 5 سنين، بعد 50 سنه، وده عن طريق ان انت تشوف الناس اللي شغاله في المجال ده بدات منين ووصلت لحد فين. الشطاره الدراسيه انا مش بقيمها بالتقديرات او بالدرجات، بس انت تقدر تقيم نفسك عن طريق انا فاهم ولا مش فاهم. يعني ممكن اخش الامتحان اكون فاهمه، بس حاسس ان الوقت بتاع الامتحان مش مكفي، حاسس ان الاسئله صعبه شويه، بس انا فاهم الماده ومستوعبها، وشايف ان انا لو شغال في المجال ده هقدر اادي فيه بشكل كويس. يمكن اكون محتاج الشطاره في التقديرات او في الدرجات لو المشروع بتاع الماده دي بيحتاج تقدير معين او درجه معينه، فساعتها هنحتاج الموضوع ده. لكن غير كده في الشغل عموما محتاج ان انت تكون فاهم الماده العلميه كويس والاساس العلمي، وتكون دارس البرامج اللي انت هتحتاجها، وعارف ايه هي التولز اللي انت محتاجها علشان تدخل المجال ده بشكل كويس. المواد الاساسيه اللي انت محتاج تتعلمها هي زي الفلويد ميكانكس، دي الاساس بتاع الانفراستراكشر انجينيرنج، وطبعا الهيدروليكس، وماده الهندسه الصحيه لان دي فيها جزء كبير خاص بالشبكات وبتصميم التنكات والبامب ستيشنز، وطبعا ماده منشات الري لان في بعض الانظمه زي انظمه الري بنحتاج فيها المنشات الري، فمهندس الانفراستراكشر محتاج يكون على درايه بيها. زي ما وضحت من شويه ان مجال الانفراستراكشر بيحصل فيه تصميم لعدد كبير من العناصر، وكل عنصر من دول غالبا بيكون محتاج برنامج مختلف، فبالتالي في عدد كبير من البرامج اللي انت هتكون محتاجهم. بس خليني ابدا سريع. كمهندس مدني، اي مهندس مدني هو دراعه اليمين حاجتين، البرنامج بتاع الاوتوكاد لان هو بيمثل الرسم، مهندس يعني رسم، فبالتالي علشان تقدر ترسم فانت محتاج بشكل كبير لبرنامج الاوتوكاد، وان انت تكون بتتقن البرنامج بشكل كبير. والحاجه الثانيه للمهندس المدني هي الاوفيس. الاوفيس ده اللي هو بيتمثل في 3 حاجات هم الاهم،
اللي هم الاكسل والوورد والباوربوينت. فبالتالي دول الحاجات الاساسيه اللي اي مهندس مدني محتاج ان هو يكون عارفهم. طيب عشان نتخصص في الانفراستراكشر اكبر، هتلاقي اول حاجه معاك هي عائله البنتلي. عائله البنتلي اللي هو بنتلي ووتر جيمس، ده بنستخدمه في ان احنا نصمم الشبكات بتاعه الميه او نصمم الخطوط الناقله. ثم البنتلي سيور جيمس، وده احنا بنستخدمه علشان نصمم شبكات الصرف. بعد ما اتكلمنا عن الاوتوكاد والاوفيس، هنخش بعد كده على البرامج بقى التخصصيه اللي بتحتاجها في مجال الانفراستراكشر تحديدا. وهي اول حاجه العيله بتاعه البنتلي زي بنتلي ووتر جيمس، وده بنستخدمه في تصميم شبكات الميه الووتر نتوركس، وبنستخدمه في الترانسميشن بايب لاينز. والفلو ماستر بنتلي فلو ماستر، ده بنستخدمه في الديزاين بتاع الاوبن تشانلز او القنوات المفتوحه عموما. ثم البنتلي سيور جيمس، وده بنستخدمه في تصميم شبكات الصرف سواء صرف الامطار او الصرف الصحي. ثم بعد كده بنحتاج للبرنامج البنتلي ووتر هامر، ده تخصص اكبر اللي هو الحمايه من المطرقه المائيه عشان نعمل ووتر هامر اناليسيز او ووتر هامر بروتكشن. جنب البرامج دي الاساسيه في التصميم طبعا بنحتاج للسيفل 3 دي، واللي بيتعلم اوتوكاد كويس بيكون بالنسبه له السيفل 3 دي هو مجرد شويه بايلوتس اضافيه متضافه لبرنامج الاوتوكاد. فبالتالي معرفتك بالاوتوكاد زي ما وضحنا في الاول هتسهل عليك معرفتك بالتولز اللي انت محتاجها من السيفل 3 دي عشان تستخدمها في المجال بتاعك. واخر حاجه بتحتاجها ان احنا بنحتاج شويه برامج مساحيه تساعدنا في ان احنا نحصل على رفع مساحي للمنطقه اللي بندرسها او صور جويه زي برنامج جلوبال مابر او برنامج ارك جي اي اس. فبالتالي لو انت اتعلمت البيزك بتاع البرامج دي، ومش شرط تجمعها كلها، يعني في مهندسين انفراستراكشر بيكون التخصص بتاعهم ميه بس او ووتر نتوركس بس، فبالتالي بيكونوا مركزين اكتر على استخدام الووتر جيمس مع السيفل 3 دي مع ارك جي اي اس. ممكن مهندسين تانيين بيركزوا اكتر على شبكات صرف وصرف المطر، فبالتالي تركيزهم الاكبر على السيور جيمس. لكن انت كمهندس لسه في مرحله التدريب، لسه مش عارف التراك بتاعك تحديدا، ولكن انت محدد انك انفراستراكشر، محتاج تعرف البيزكس بتاع كل البرامج اللي انا كلمتك عنها من شويه. فرص الشغل في مصر بتتعلق اكتر بالحاله الاقتصاديه للبلد، لان هي شغل الانفراستراكشر مرتبط اكتر بمشاريع التنميه او المشاريع القوميه. طبعا في مشاريع صغيره بتحتاج انفراستراكشر زي الشاليهات اللي بتتنفذ الكومباوندات الجديده، ولكن شغل الانفراستراكشر الاكبر والاهم بيكون في المشاريع القوميه اللي مرتبطه بالبلدان نفسها. فبالتالي زي المشاريع اللي بتتعمل في مصر حاليا في توشكا وفي الضبعه وفي كتير من المشاريع، او مشاريع تطوير الاقاليم اللي بتتعمل. فبالتالي المشاريع دي هي اللي بتكون اعتمادها الاكبر على الووتر انفراستراكشر وعلى الشبكات بتاعتها. في فرص شغل في الوقت الحالي فرص شغل كبيره جوه مصر ونسبتها كبيره جدا لمهندسين الميه ومتاحه في اكتر من شركه. بالنسبه لرينج المرتبات جوه مصر، هو رينج المرتبات بيعتمد على اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه هي فئه الشركه اللي انت هتتعامل معاها، فبالتالي كل شركه بيكون ليها رينج المرتبات الخاص بيها على حسب فئه الشركه دي. طيب لو احنا جوه نفس الشركه، اللي بيحرك المرتب بتاعك في الرينج ده فبيكون تاني حاجه وهو الدفعه. معظم الشركات بتحترم فكره انت دفعه سنه كام او عندك كام سنه خبره، فبالتالي ده بيأثر على رينج المرتبات. بس عشان اديكوا فاليو للناس اللي بتحب تعرف مثلا حديث التخرج ممكن يبدا من كام، وحد اسوشيت شويه ممكن يوصل لكام المرتبات بتاعته داخل مصر، فخلينا نقول ان هو ممكن حديث التخرج يبدا من 10000 جنيه، ولو حد اسوشيت شويه في المجال، قديم شويه في المجال، بيوصل ل 100000 جنيه مصر. فبالتالي ده للشركات اللي جوه مصر. في حاجه ثالثه بتأثر على المرتب بعيدا عن فئه الشركه وبعيدا عن سنه التخرج او الدفعه، وهي انك تكون عندك حاجه مميزه بتميزك شويه، زي ان انت بتكون بتتعلم سوفت وير مميز. يعني من البرامج اللي احنا ما اتكلمناش عنها في السؤال اللي فات هي البيم او جزء ال 3 دي. دي حاجه حاليا مطلوبه، يمكن انا ما اتعاملتش معاها في التصميم بتاعي او في الشغل بتاعي، بس حاليا بقت مطلوبه. فلو في مهندس بيتقن برامج زي الانفرا ووركس او برامج البيم وال 3 دي، ممكن تكون حاجه اديشن ليه تخليه يقدر يحصل على سالري اكبر شويه من اللي بياخده باقي دفعته. ده بالنسبه للمرتبات جوه مصر. بره مصر حاليا برضو في تطور كبير بيحصل في دول الخليج في مجال الانفراستراكشر او في مجال التوسعات البنيه التحتيه، ففي فرص كبيره متاحه بالفعل. بالنسبه للمرتبات بره مصر ممكن حسبه بسيطه كده في المجال بتاعنا، وهي 30 ل 50% من مرتبك بالمصري. يعني على سبيل المثال اذا كنت بتاخد هنا 10000 بالمصري، فانت ممكن تاخد من 3000 ل 5000 بس بعمله الدوله اللي انت رايحها، وليكن من 3000 ل 5000 ريال، وهو ده الرقم اللي غالبا معظم المهندسين بتسافر عليه بره مصر. خلينا نقسم الموضوع لجزئين. الجزء الاول جوه مصر. فجوه مصر الشركات الكبرى بتهتم اما بالستارت يا اما بالاند. يعني ايه؟ يعني معظم الشركات الكبرى جوه مصر بتهتم
يا اما بالديزاين يا اما بالكونستراكشن. فهتلاقي فئه كبيره من الشركات الكبرى بتهتم بمرحله التصميم وهو الديزاين، بيكونوا غالبا شغالين مع المالك زي دار الهندسه وزي خطيب وعالمي وزي ECG وزي شركات تانية كبيره تهتم بمرحله الديزاين وبيكون شغلها الاساسي مع مالك المشروع. الجزء الثاني من الشركات الكبرى اللي بتبقى مهتمه بمرحله التنفيذ زي اوراسكوم وزي كونكورد وحسن علام، وده بيكون معظم الشغل بتاعهم في مرحله التنفيذ، وبيكونوا شغالين غالبا ان هم بياخدوا المشروع من المالك ويبداوا ينفذوه في الموقع. دي الشركات الكبرى غالبا واللي بتدي مرتبات زي ما احنا وضحنا من شويه في الرينج الطبيعي بتاع المهندسين بتوع المجال. ما بين الشركتين دول بيقع دور المكاتب اللي تبقى شغاله مع المقاولين عشان تقدم شغل الشوب دروينج او تطلع اللوحات، تاخد الديزاين وتطلع منه اللوحات اللي يقدر بيها المهندس ينفذها في الموقع. والمكاتب دي بيكون حجمها اصغر شويه والسكيل بتاع الشغل بتاعها اصغر، فبالتالي ممكن تدي مرتبات اقل شويه بالذات لحديث التخرج، لان هي بتتعامل مع حديث التخرج ان هو في مرحله تريننج، فبالتالي في البدايه ممكن تدي مرتبات اقل، حتى اقل من ال10,000 اللي وضحناها من شويه. ده بالنسبه لجوه مصر. بالنسبه للشركات اللي بره مصر، هو غالبا الشركات اللي بره مصر علشان حد يسافر لازم ياخد فتره من الخبره هنا الاول، غالبا حوالي 5 سنين عشان يقدر يطلع لدول الخليج. الشركات اللي بره مصر الكبيره زي بارسونز وزي جيكوبس وWSP وبرضه دار الهندسه ليها اكتر من فرع بره مصر. الشركات دي بتهتم اكبر بالتقدير بتاع الدفعه بتاعك اللي انت متخرج بيه، وبتهتم بالخبره العمليه اللي انت خدتها، اشتغلت على مشاريع شكلها عامل ازاي، ايه الشغل اللي انت عملته، وده بيبان اكتر في الانترفيو بتاعك وفي التعامل بتاعك عشان تقدر تسافر بره مصر. وحاليا بره مصر بيهتموا بشكل كبير قوي باتقان البرامج او بالتعامل مع السوفت وير، فبالتالي محتاج ان انت زي ما تكون مهندس شاطر وفاهم الاساس العلمي، ان انت تكون برضو بتعرف تستخدم سوفت ويرز بشكل كويس وبتتقنها بشكل كويس. اول نصيحة هي ليها علاقة بالمرتبات شوية، وهو ان انت لما تكون مهندس حديث تخرج وفي بداية شغلك ما تبصش قوي على المرتب. ممكن تعتبر ان اول 3 أو 6 شهور من حياتك دول كأنك لسه بتعمل اكستنشن لفترة الكلية. ممكن تقبل بأي مرتب في مقابل ان انت تكتسب خبرة، في مقابل ان انت تنزل وتعمل اسم وتبدأ تتعرف في سوق العمل، في مقابل ان انت تتعلم السوفت ويرز دي بتطبق ازاي، والعلم اللي انت اخدته اللي هو مش هيتطبق على شكل شيت او assignment، لا انت دلوقتي هتطبقه ازاي في مشروع حقيقي وتستخدم ازاي التولز بتاعتك في مشروع حقيقي. ده انت ممكن تضحي بجزء من الفلوس، يعني لا اذا كان المتوقع بتاعك انك تاخد 10,000 زي ما انا قلت، بس الفرصه دي مش متاحه ليك حاليا ومتاح ليك فرصه اقل وليكن 6,000 او 7,000، انت ممكن تضحي في الفرق ده بتاع الفلوس في مقابل انك تتعلم حاجه وان انت تطور من نفسك لحد ما تقدر تنتقل للمكان اللي انت تستحق. دي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه وهي غالبا للشباب الصغيرين اللي لسه في بدايه دراستهم في الهندسه، وهي ان معظم زمايلنا الكبار اللي متخرجين وبيشتغلوا في مجال الهندسه بيكون فيهم جزء شغالين وبياخدوا مرتبات كويسه جوه مصر او بره مصر، وفيهم جزء ما توفقش في الشغل اصلا لان هو بدا غلط او اشتغل على نفسه غلط. فبينصحوا معظم الشباب دي هندسه مش هتفيدك بحاجه، مش هتقدر تحقق حاجه لما تتخرج، الشغل ده مش هيفيدك في حاجه، يمكن علشان هو فشل، يمكن علشان هو مش حابب يبقى ليه منافسين في السوق مثلا فبيحاول يحبطك. فبالتالي انت كطالب صغير بتبدا تركز مع حاجات تانية غير الهندسه وتشتغل شغل تاني جنب الهندسه. طبعا ده بيقلل من استيعابك للمحتوى العلمي وبيقلل من مجهودك خلال الدراسه، فبتطلع مهندس مش شاطر كفايه، مش متعلم كفايه، وده بسبب الاحباط اللي انت خدته في الاول. فانا بنصحك ان انت لا ما تحبطش، انت اعمل اللي عليك وحاول تكون مجتهد وتفهم كويس. والهندسه زي معظم المجالات في انخفاض في مستوى كل المجالات، مش على مستوى الهندسه بس، ولكن الهندسه على المدى المتوسط او البعيد، يمكن على المدى القريب مش احسن حاجه، لكن على المدى المتوسط او البعيد هتلاقي العائد والمقابل اللي انت مستنيه باذن الله. شكرا.